بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عصام بدر، فيديو جديد. الكابتن سيف زاهر بعد لقاء باتشوكا شفناه في الاستوديو. شفناه بيتكلم بيقول لك انا مش عارف الناس متضايقه ليه من العظمه بتاع النادي الاهلي، او الناس متضايقه ليه من اللي النادي الاهلي بيعمله، او الناس بتتضايق بشكل كبير من البطولات اللي الاهلي بيسطرها والكلام ده. طيب، شفنا كمان كاس بيسلم في اللقاء على ما اعتقد. شفنا كمان جائزة افضل لاعب في المباراة بيسلمها الكابتن محمد شوقي. شفنا كمان الكابتن سيف زاهر بيقول شفتوا جائزة رجل المباراة اللي بيسلمها الكابتن محمد شوقي، احد ابناء النادي الاهلي. هي دي العظمة بتاع النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. طب انا هنا ليه السؤال عند كابتن سيف؟ طب هو الكاس اصلا اللي كان في اللقاء ده ايه؟ اللقاء كان لقاء ودي، ما يستدعيش بقى اللي انتوا بتعملوه ده وتضحكوا الناس علينا. واللقاء فيه كاس، احنا عارفين القصة كلها، عارفين الشركة المتحدة كانت عاملة الكاس ده، عاملاه مش عارف في العتبة او في باب الشعرية على ما اعتقد، عاملة الكاس ده هناك. وعاملين الكاس يعني مثلا خدمة في النادي الاهلي، ان هو النادي الاهلي جايب صفقات جديدة وهيروح يلعب باتشوكا ماتش ودي. هيعملوا ضجة للنادي الاهلي، هيعملوا هيصة للنادي الاهلي شوية بالبلدي كده، عشان لما يكسب اللقاء الودي يبقى مثلا احتفال بالصفقات الجديدة، واحتفال ان مثلا ده النادي الاهلي كسب باتشوكا ودي بطولة كاس وتضاف لبطولات. انا مش عارف يعني، شفتوا بطولة العين الاماراتي مثلا اما قال لك دي بطولة تلت العالم، او كاس ده كان يبقى مثلا بطولة سدس العالم ولا تمن العالم. والمحيط الابيض والمحيط الهادي والمحيط الاحمر كان هيسمى برضو الكاس ده كده. وفي الحقيقة ان المتحدة هي اللي عاملة القصة دي كلها، ان الشركة المتحدة هي اللي عاملة الكلام ده، عاملة حاجة بس كده ايه للنادي الاهلي تضاف لسي في بطولات مش موجود في الحياة، انا ما اعرفش اصلا. وبعدين بيسلم جايزة لاعب المباراة الكابتن محمد شوقي. يا حبيبي، ما هو انت اصلا انت رايح بتلعب نادي منشوكة ماتش ودي، فالطبيعي اللي انت رايح بالكوادر بتاعتك، سواء السابقين او الحاليين اللي كانوا معاك في جهاز الكورة. يعني محمد شوقي ده يعني كان مع كولر، كان مع مستر كولر في الجهاز الفني السابق. ومحمد شوقي ده غريب عنك يعني؟ محمد شوقي مش غريب عنك، محمد شوقي كان موجود. فطبعا الناس في باتشوكا او بعد مثلا لقاء باتشوكا هتلاقي الناس طبعا مستغربه هو ايه اللي بيحصل ده، وكاس ايه ومحيط تلت العالم ايه. طبعا هتلاقي حاجات، بس هو هنا للاسف في جمهور بيصدق الحاجات دي، او في جمهور ماشي ورا الحاجات دي، ماشي ان الاهلي بيعملوا عظمه حتى في اللقاء الودي. ولو تلاحظ بعد ما اللقاء خلص الناس كلها وكله بيكتب على صفحاته يا جماعه ده لقاء ودي، ايه يعني النادي الاهلي خسر من باتشوكا؟ ده لقاء ودي، لقاء ملوش لازمه. طب بالنسبه للكاس وبالنسبه للدربوكا اللي انتوا عملتوها دي ايه؟ برضو انا مش عارف. ولو كان النادي الاهلي كسب اللقاء كنا هنشوف بقى مراسم، وهنشوف مش عارف ايه، وهنشوف ايه وهنشوف عظمه بتقدم، وهنشوف حاجات كتير بتتقال. هتلاقي بقى حاجات ما كنتش انت هتسمعها قبل كده اصلا. يعني هتلاقي حاجات حاجات غريبة وحاجات مريبة كده بتحصل، وبطولة فكلام يعني. الكابتن سيف زاهر طبعا كنت اتمنى بدل ما يطلع يقول العظمة بتاع النادي الاهلي ويتكلم في حاجات مش حقيقية. يعني انت مثلا بتقول كاس وبتقول جائزة احسن راجل في المباراة، ده لقاء ودي. يعني انتوا ليه مكبرين الامور ومكبرين الدور عشان تدوا الامور اكتر من حجمها، وفي نفس الوقت نقفل على قصة زيزو؟ وزيزو لسه موجود معانا. بص بقى كان اللي هيتقال برضه ده ادي اول كاس حصل عليه احمد سيد زيزو، بقى له يوم او يومين ولعب لقاء ودي وحصل على كاس، وهو ده النادي الاهلي، وهي دي بطولات النادي الاهلي، وهي دي المنظومه بتاع النادي الاهلي. الفرد فيها اول ما بيجي لو قعد ثانيه او دقيقه بيحصل على بطولات، كل ده مخطط له وكل ده مرتب له. ان ايه تريزيجيه مش عارف ايه، هيجي زيزو اول ما جه خد بطوله. والله يا جماعه كل ده، فاللعبه دي كلها احنا عارفينها، او بمعنى اصح اللعبه دي كلها احنا فاقسينها، احنا عارفين الكلام ده كويس قوي. فلذلك بنطلع وبنتكلم وما بنسكتش ومش هنسكت ومش هنبطل ان احنا نتكلم. فلان الامور دي كلها مش هتخيل على الزملكاويه، او مش هتخيل علينا احنا اللي انتوا مثلا ايه تنظيم ومش عارف ايه. كل الكلام ده كلام فاضي، كلام ملوش اساس من الصحه. هي بس في الاخر
الناس بتقعد تضحك علينا على اللي هم بيعملوه. كنت اتمنى من الكابتن سيف زاهر، يعني اتمنى منك اللي انت تبقى محايد، اتمنى منك اللي انت تبقى اعلامي مثلا ذو خبرة كبيرة. كنت اتمنى ان انت تقول الحقيقة، كنت اتمنى ان انت تقول احنا عارفين ان ده لقاء ودي، بس ما احبش مثلا اعلامي مثلا يعني يطلع ايه، يعني بيعمل حاجات لا تليق بالاعلام. فبطولة ايه وكاس ايه بص، هو هنا كل واحد او كل اعلامي هتلاقيه كل ما هو دفاع عن النادي الاهلي هتلاقيه، كل ما هو حاجة مثلا هتبقى في صالح النادي الاهلي هنعملها. طب ايا كان الحاجة دي كشكلنا احنا كاعلاميين حلوة او وحشة، لا مش مهم عندهم. هما المهم عندهم ايه؟ المهم عندهم ان النادي الاهلي يبقى في العالي، المهم عندهم نكذب من اجل النادي الاهلي، ده كلام جميل. ندلس عشان النادي الاهلي، كلام حلو. نقول حاجات مش موجودة في اللوائح وفي القوانين عشان خاطر النادي الاهلي، برضو ده كلام جميل. هما بالنسبة لهم هما كده، هما بالنسبة لهم هما كده. قلبا وقالبا مع النادي الاهلي، مظلوم او ظالم احنا قلبا وقالبا مع النادي الاهلي. شفت معمر القذافي رحمة الله عليه لما قال لك ايه؟ انصر اخاك الليبي ظالما او مظلوما. هو الاعلام المصري هنا كده بالظبط، انصر الاهلي ظالم او مظلوم. لدرجة ان هم ممكن يعملوا حاجات يعني وحشة في حقهم، بس هم اتعودوا على الحاجات دي، الحاجات دي بقتش جديدة عليهم. فطبعا دمتم مضحوكة لنا. احنا والله يعني ولا في دماغنا ولا اي حاجة، بس احنا قاعدين بنضحك عليكم اهو، الدنيا جميلة. ونتمنى التألق والاستمرار في المزيد من هذه الشائعات. فحبينا بس نتكلم في النقطة دي بتاعت الكابتن سيف زاهر. طيب نيجي لاتحاد الكورة. اتحاد الكورة بيعمل فضيحة مع نادي الزمالك، او بيعمل كارثة مع نادي الزمالك. اتحاد الكرة مصمم على عدم الرد على نادي الزمالك في الشكوتين اللي مقدمهم ضد احمد سيد زيزو. طيب بص، في مصر هنا انا عايز بس يعني قبل ما اتكلم عن الموضوع، حابب بس اقول لحضرتك حاجة. في مصر هنا انت مش هتاخد حقك. في مصر هنا القانون بيطبق على الزمالك بس. في مصر هنا اللوائح بتطبق على نادي الزمالك بس. في مصر هنا اللوائح والقوانين بتفصل من أجل نادي آخر. طيب ممكن تلاقي نادي آخر مثلا عامل كارثة في الكرة المصرية أو عامل مشكلة كبيرة في الكرة المصرية، تلاقي نادي تاني اللوائح بتخترق من أجله. تلاقي نادي تاني اللوائح مثلا نادي تاني بيبقى غلطان، نادي المنافس أو عنده أزمة أو بتلاقيهم بيفصلوا له اللوائح. اللوائح بتخترق من أجل هذا النادي. طيب لو في عقوبات أو مثلا في أندية تانية يعني بتشتكي النادي المنافس ده، وهقول لك وبالدليل وساعة إيه. لو في أندية تانية بتشتكيه، يعني أنا آسف في اللفظ، بيقلوظوا العقوبات أو بيقلوظوا القوانين أو بيخترعوا قوانين جديدة لصالح هذا النادي المنافس. طيب إنما نادي الزمالك يشتكي محدش بيرد عليه. طيب نادي الزمالك قدم شكوتين محدش بيعبره. طب نادي الزمالك متضرر من الشخص اللي كان موجود عنده راح للنادي الاهلي، محدش بيرد عليه. طيب هو انت حضرتك مش المفروض ان انت في لجنه اسمها لجنه الاستئناف داخل الاتحاد المصري لكره القدم؟ مش المفروض لجنه الاستئناف دي على قدم وساق لجميع الانديه؟ مش المفروض لجنه الاستئناف دي بتنظر في جميع مشاكل الانديه؟ طيب ليه نادي الزمالك حضراتكم متجاهلين الشكاوي بتاعته كلها؟ وبالمناسبه انا عايز اقول لحضرتك حاجه، نادي الزمالك خلاص بشكل كبير انهى الملف اللي هو هيطلع بيه على الفيفا. ما خلاص، ما هو انت هنا، انا قلت لك انت هنا مش هتاخد حقك. هنا عندنا لجنه استئناف موجوده بتدار بالتليفون مع الاحترام للجميع. شفناها في ازمه 6 نقاط، او شفناها في ازمه عدم خصم ال3 نقاط بنهايه الموسم. شفنا الكلام ده كله. الناس شافت امور غلط وما طبقوش القانون. الناس شافوا نادي بيتجامل وما طبقوش القانون، ورغم ان هم مستشاريين. يعني الناس انتوا بتضيعوا تاريخكم القضائي بسبب ازمه. طيب عندنا اتحاد الكوره، لما تيجي تساله في الشكاوى يقول لك مش من اختصاصي. طيب لما يكون حاجه مثلا في النادي الاهلي بيطلبها زي تسجيل زيزو او يعني او مثلا رفع اسم زيزو من الزمالك للاهلي
في ثانيه عمل. طب ما انا كلمتك في الشكاوى اصلا مش من اختصاص. طب وانت من اختصاص حضرتك ان انت تأيد من اسم لاعب للاعب؟ انا برضو ايه يعني، بقول لك بفهمك الدنيا بتدار ازاي يعني. طيب، نادي الزمالك اتضرر من الهارب بشكل كبير، او اتضرر من الخاين بشكل كبير، اتضرر. اللاعب الخاين قعد ما يقرب من شهر ونص وما يجيش تدريبات نادي الزمالك، بحجة ان هو خايف من يأس لعمال نادي الزمالك. شالوا الصورة، وواحد ضرب الصورة في وشي، او واحد خزق لي عيني، او واحد دهس على الصورة، تمام. فانا كنت خايف اجي. طب هيعملوا لك ايه؟ في ميليشيات هتطلع تحاربك يعني؟ طب هو انت خايف تيجي من ايه؟ اصل وقعوا لي الصورة بتاعتي. طب ما انت يا ابني، هو انت اللي عملته شوية؟ طب وبصرف النظر ان ده تصرف فردي من احد عمال نادي الزمالك، طب انت مش يعني مش حصلت على فلوسك او ليك جزء من مستحقاتك كما يقال؟ زي ما انت بتقول مش انت ليك جزء من مستحقاتك؟ طب ما تيجي، انت لازم تيجي وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. طيب اللاعب ده ما جاش ليه؟ وبالتخطيط وبالتنسيق مع المنافس. ما هو انت لازم تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. دي مش دماغ زيزو، او دي مش دماغ الخاين. زيزو كل اللي همه اللي هو الفلوس او النقود او الاموال. هي دي اهم حاجه عنده وعنده والده. عنده وعنده والده. والده اللي عطل وعقد تجديده مع نادي الزمالك عشان خاطر العمولة بتاعته. كان عايز حوالي ما يقرب من 26 إلى 30 مليون، والناس في نادي الزمالك رفضت الكلام ده. فطبعا هي دي الأمور اللي إيه، يعني بقت عائق في تجديد زيزو شوية. وطبعا هو تغيب وقال لك اصل العمال والصوره ونزلوا الصوره والكلام ده كل ده كلام فارغ طبعا. احنا عارفين الكلام ده كله. احنا عارفين ان كل ده كان بالتخطيط من المنافس، بيوجهوه، طول مع الاداره، حاول تطلع تتكلم حلو والكلام ده، وفي النهايه هو اصلا مخلص كل حاجه من سنه. طيب فنادي الزمالك متضرر. الاتحاد المصري لكرة القدم أنصف نادي الزمالك؟ لا. طب رد على الشكوى بتاعت نادي الزمالك؟ لا، ما ردش. طب الاتحاد طبق القانون؟ لا، ما طبقش القانون. ده عشان شكوى مقدمها نادي الزمالك في لاعب. طيب برضو نادي الزمالك هو لو تفتكروا لما كان مقدم شكوى في محمود عبد المنعم كهربا وقت ما كان في الزمالك، في احد لقاء الديربي بين الاهلي والزمالك، والجمهور لما كهربا راح للجمهور وقال اوف مش عارف كهربا الهتاف الشهير ده، وبناء عليه تم لجنه الاستئناف اللي موجوده، او لجنه الانضباط على ما اعتقد، كانت على ما اعتقد يعني، الا وان لم تخن الذاكره، كانت برئاسه المستشار عادل الشربجي، وعلى ما اعتقد ان هو توفاه الله يعني. طيب فلجنة الانضباط أو اللجنة اللي كانت موجودة ساعتها، تمت يعني تمت أو مثلا وقفوا كهربا 12 لقاء وغرامة مليون جنيه. أنا بوريك التعامل في الشكاوى إزاي. وغرامة مليون جنيه. طيب لجنة الانضباط اللي موجودة صدرت عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا بإيقافه 12 مباراة وغرامة مليون جنيه. عمل ايه النادي الاهلي؟ النادي الاهلي قام اتدخل في الشكوى وخاطب لجنه الانضباط، وعقوبه كبيره وعقوبه كارثيه على النادي الاهلي والكلام ده كله. واللاعب كان غلطان وغلط في نادي الزمالك وتغول على نادي الزمالك وتهكم على نادي الزمالك بالهتاف الشهير اللي هو اوف والكلام ده كله. تمام تمام. طيب عمل ايه النادي الاهلي؟ برضه بالتنسيق مع الناس في اتحاد الكوره، يعني بالتنسيق مع اشخاص في اتحاد الكوره، راح اشتكى في القضاء الاداري. ليه؟ عشان يعطل الشكوى. طب اشتكى في القضاء الاداري، وقال لك القانون او اللائحه بتقول لك ان اللي يشتكي في القضاء الاداري يعني يجب ايقاف تنفيذ العقوبه لحد ما القضاء الاداري يقول كلمته. طيب انا هنا السؤال، هو ليه للنادي الاهلي بنطلع على القضاء الاداري والعقوبه تقف لحد ما نشوف القضاء الاداري يقول ايه؟ تمام تمام. طيب العقوبه ما اتنفذتش، لجنه الانضباط قالت لك بموجب ان النادي الاهلي راح قدم شكوى في القضاء الاداري، فبالتالي يتم ايقاف عقوبه محمود عبد المنعم كهربا لحين الفصل في القضيه في القضاء الاداري. طيب برضو الناس هنا داسوا على اللوائح وداسوا على القانون تاني. ما هو انت لازم تبقى عارف انت بتقول ايه. داسوا على اللوائح وداسوا على القانون تاني. ليه؟ لان لجنه الانضباط دي المفروض ان هي مستقله، لا تتاثر باحكام سواء قضائيه، احكام اداريه او احكام قضائيه. برضو ده اللي موجود في اللائحه، انا ما بجيبش حاجه من عندي.
المفروض لجنه الانضباط دي مستقله. ليه مستقله؟ لان هي لجنه بتفصل في مخالفات الدوري المصري، او مثلا مش مخالفات يعني، في مخالفات اللي هي القرويه داخل الدوري المصري. يعني مثلا موضوع زي موضوع مكهربا، لاعب صعب، لاعب مثلا حصلت مشكله مع ناديه، لاعب مثلا يعني حصلت منه افعال لدى ناديه، فبالتالي دي لجنه مستقله ما ينفعش، او مثلا ما ينفعش تدار تحت سيطره القضاء الاداري او القضاء المصري. برضو ده اللائحه والقانون اللي بيقول كده، مش انا. فما كان من المفروض برضو ان برضو لجنة الانضباط ما كانتش توقف العقوبة. بس ده مين؟ ده النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي هو بيخالف اللوائح عشانه، النادي الاهلي اللي هو بيدوسوا على اللوائح عشانه، النادي الاهلي اللي هم بيفصلوا له لوائح مخصوص عشانه. ودي برضو كانت اللقطة التانية لدى نادي الزمالك. يعني انا بشتكي من اللاعب ولا عايز تجيب لي حقي؟ طب لاعب غلط فيا وشتمني واشتكيته ورحت، انا اشتكيته في لجنه الانضباط، ولجنه الانضباط عملت اللي عليها ووقفته، وقفت اللاعب. هنا القانون بيداس عليه تاني من اجل النادي الاهلي في عقوبه محمود عبد المنعم كهربا، والموسم انتهى، والقضاء الاداري لحد الان ما قالش كلمته، والموضوع انتهى وكهربا لعب. وعلى ما اعتقد ان كان ناس زمان كان قدم شكوى، شكوى كبيرة، وبرضه لم يتم النظر فيها، وبرضه القانون داس عليه والدنيا جميلة وما فيش أي حاجة. فأنا هنا في مصر الزمالك مش هتاخد حقك هنا في مصر، أنت هنا في مصر مش هتاخد حقك، لازم تطلع بره، لازم تروح للفيفا وبأطول نفس والأبعد مدى. إحنا في ظهر نادي الزمالك وشكوى نادي الزمالك، ونادي الزمالك مش هييأس. وقلت في الحلقة بتاع امبارح، قلت إن هتشوفوا شكوى للنائب العام وهتشوفوا شكاوي في حاجات كتير جدا، لأن النادي الزمالك اتضر من هذا اللعب. فإن شاء الله نتمنى التوفيق لنادي الزمالك، وإن شاء الله نتمنى إن الزمالك يبقى إن شاء الله موجود في المحافل في تسليم البطولات إلى أكثر من سنوات قادمة إن شاء الله تعالى. طيب عندي آخر حاجة، وهي أشرف عبد العزيز المحامي لاعبين لدى النادي الأهلي. بص، شفت أشرف عبد العزيز ده اللي هو إيه؟ شفت شغل المصاطب، شفت شغل مثلا إيه؟ أنا عايز أكيدك، عايز أغيظك، فبقوم طالع مثلا عامل بوست وعامل تويتة هبلة زيه، يعني تويتة ملهاش لازمة يعني، بس هو واخدها ان هي انتصار ليه. يعني هو التويتة دي الاستاذ اشرف عبد العزيز هو واخدها انتصار ليه، يعني هو واخدها ان هو كده انتصر على ناس الزمالك. طبعا احنا عارفين اللي هو محامي، ما يعني مثلا لعيبه بتوكله ما بيكسبش اي قضيه خالص، عمره ما كسب قضيه مع لاعب. شفناه ساعة كهربا لما كان بيقعد يقول نتقابل في أغسطس، يعني مش عارف نتقابل في إيه، سلم لي على كهربا، كهربا مش عارف إيه. وكان برضو كل ما يعملوا معاه مداخلة يبدي، يعني يبدي إن المداخلة هي انتصار ليه ولكهربا وللنادي الأهلي. وفي الآخر خالص كهربا دفع الغرامة للنادي الأهلي، عارفينه. آخر حاجة، آخر قضية ليه كانت مع إبراهيم فايق ضد الحكم محمد عادل، وبرضه ما كسبش القضيه، وابراهيم فايق خسر القضيه، واتغرم هو ومحمد عبد الباسط، او احمد عبد الباسط الصحفي، اتغرم كل واحد فيهم 100,000 جنيه. فانت عايز تعمل انتصار وهمي بس مش عارف، انت عايز تعمل انتصار قيدي على ناس زمالك بس مش عارف. طب ايه اللي حصل من اشرف عبد العزيز؟ طلع كتب تويتر وقال ما تنساش ان انا برضو جبرتك ان انت تدفع غرامة ان انا ادفع غرامة كهرباء بالمصري وليس بالدولار، وكان وقتها سعر صرف الدولار كان ب 30 جنيه، ودفعتك الغرامة بالمصري وبعدها مش عارف ايه والكلام ده. يعني كل ده شغل مصاطب وشغل مكايدات. طيب هو اشرف عبد العزيز، هو هل حصل او صدر نشاب بينه وبين مثلا حد في مجلس ادارة نادي الزمالك عشان يطلع يقول كده؟ لا. طب مثلا هل دخل في مشادة مع حد من مجلس إدارة نادي الزمالك عشان يطلع يقول كده؟ لا. طب هل مثلا حد من مجلس الإدارة اتحدث مثلا أو اتكلم عن أشرف عبد العزيز لدرجة إن هو يطلع يقول كده؟ برضه لا. طب ده شغل إيه؟ أنا بقول لك ده بالبلدي بقى، أنا أكلمك بالبلد، ده شغل مصاطب، ده شغل كيد. ده عشان أشرف عبد العزيز بيقول كده عشان ناس الزمالك، وهو وصلت له المعلومة إن نادي الزمالك خد ما يدين زيزو في الملف بتاعه اللي هيطلع يشتكي بيه في الفيفا. فهو بقى من دلوقتي اللي هو ايه، يعني اللي هو بقى انا عايز انتصر والكلام ده كله، فبيبتدي بقى يبص ايه
للانتصارات الكيديه، انتصارات وهميه. في الاول وفي الاخر كهربا دفع الغرامه. طبعا هي كان 2 مليون و400 الف، هو دفع قيمتهم بالمصري وليس بالدولار. يعني هو دفع قيمتهم بالمصري وليس بالدولار. ودي برضو كانت حاجة مش حلوة من إدارة نادي الزمالك، اللي هي تاخد بالمصري. بعديها الدولار بقى ب50، ضيعوا عليهم ملايين الملايين. بس برضو مش انتصار لأشرف عبد العزيز. دي مش انتصار منه. ليه؟ لأن الناس خدوا قيمة الغرامة في الوقت ده بالمصري. يعني الناس خدوا بالمصري، يعني مثلا ما خدوش حاجة غلط، خدوا الغرامة بالمصري. ما قللوش المبلغ، او مثلا ما خدوش مبلغ قليل، لا خدوا هو مبلغ قيمة الغرامة. فالانتصارات الوهمية اللي انتوا عايشين فيها مش على جمهور الزمالك، الانتصارات الكيدية اللي انتوا عايشين فيها مش هتمشي مع جمهور نادي الزمالك. المكايدات وشغل المصاطب اللي انتوا بتعملوه برضو مش هيمشي مع جمهور نادي الزمالك، لان جمهور نادي الزمالك حافظكم كويس، وجمهور نادي الزمالك هارشكم كويس، وجمهور نادي الزمالك عارف انتوا مين كويس. فحته التزييف والانتصارات الوهميه لا، ناس الزمالك اكبر منكم ومن بطولاتكم ومن انتصاركم الوهم. فالعب غيرها يا استاذ اشرف. انت عمرك ما تعرف تكايد ناس الزمالك ولا جمهور ناس الزمالك ولا الكلام ده كله. اشكر حضراتكم، ودي كانت اخر حاجه معانا. اشكر حضراتكم واشوف حضراتكم في فيديو جديد.